مفلفل وما يطلعش معجن. لازم الرز عشان يطلع معاكي مفلفل تكون المية مغلية، وتحطي المية على قد الرز. يعني ما تزوديش اكتر من الرز عشان ما يعجنش، حطيها على قد الرز. لقيتيها بعد كده محتاجة مية تزودي، يعني يبقى جنبك البراد مية سخنة كده. هنا بقى خلاص الكفتة استوت، هنزل بقى بالبطاطس، واغطي برضو اقلبها بقى مع الكفتة في التسبيكة، وهغطي عليها. بصوا بقى الجمال بقى، وبصوا لون الطماطم. نقيه اليومين دول الطماطم حمرا قوي، حلوة في التخزين عشان رمضان بقى هتغلى. فاليومين دول حلوة قوي في تخزين الطماطم، انا جايباها ب3.5 تحفة. هغطي بقى عليها واسيبها تتسبك كويس. وهنا طبق السلطة الجامد ده عملته. بصوا بقى الغدا، ما شاء الله، كفتة رز ورز بالشعرية سلطة بانيه. كان احلى غدا النهاردة. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والمتابعة.